ناس كتير من اللي عارفيني مش عارفين شغلانتي الاساسيه، وفي ناس عارفه ان انا شغال مصور محترف بشكل اساسي، ده جنب الفيديوهات اللي بعملها عشان بحب العربيات. النهارده جاي اكلمكم عن حاجه مفيش ناس كتير تعرفها، وكمان مفيش ناس في مجالي اصلا يعرفوها، ازاي العربيات بتصور. انا النهارده في استوديو جير بوكس، ودول اكتر ناس محترفه في تصوير العربيات انا شفتها في مصر وفي الوطن العربي كله، ومش انا اللي بتكلم عنهم، ده شغلهم هو اللي بيتكلم عنهم. النهارده انا حابب اتكلم بس عن الامكانيات اللي انت بتحتاجها عشان تصور عربيه صح، بدايه من مصادر الاضاءه اللي محطوطه دي كلها، وكل مصدر منهم محطوط عشان ينور جزء معين في العربيه، ومش بينورها كده وخلاص، ده بينورها بشكل معين يخدم الرؤيه النهائيه للصوره. والاهم من ده القماش اللي محطوط ده كله، ده مش قماش من العتبه، حته القماشه اللي انتوا شايفينها دي ثمنها معدي ال 1500 يورو، يعني من 70000 جنيه وانت طالع. ليه بقى القماش ده غالي كده؟ وليه اصلا بنقول ان تصوير العربيات صعب، خصوصا صور الكتالوجات؟ عشان الحاجات دي بتحتاج مصورين عندهم خبرات سنين عشان يعرفوا يعملوا ده، وامكانيات ومعدات بالملايين، بدايه من الكاميرا اللي سعرها معدي ال 50000 دولار لحد معدات الاضاءه والاكسسوار اللي قدامكم دي كلها. وفي الاخر تفتكروا صوره زي دي سعرها كام؟ والعربيه اللي بتتصور دي نوعها ايه؟